تخيل تدخل معبد عمره 200 سنة في بلد عمرها 60 سنة بس. يا راجل، معبد تيان هوك كينج، مكان غامض خالص كله خشب وزخارف. اليوم الثالث ليا في سنغافورة قررت اني ازور اقدم معبد صيني في سنغافورة. وانا ماشي جوه لقيت الواح ذهبيه عليها صور لناس حقيقيه، كل لوحه باسم وكل اسم اكنه بيحكي حكايه. الاحساس كان غريب جدا، اكن في ارواح حقيقيه حواليا كلهم باصين لي اكني جاي اقدم سي في. بعيد بقى عن اللطافه، المعبد ده اتبنى سنه 1821، يعني اقدم من سنغافوره نفسها اللي اتاسست سنه 1965. البحاره الصينيين كان اول ما يوصلوا الجزيره بيروحوا يشكروا الاله مازو اللي كانوا بيعتبروها الحاميه والمنقذه من مخاطر البحر. المبنى معمول من الخشب والحجارة من غير مسمار واحد. الألواح اللي شفتها كانت لناس من المجتمع الصيني اللي كانوا بيتبرعوا للمعبد عشان يفضل اسمهم خالد جيل ورا جيل. الحقيقة اني اكتشفت وانا جوه المعبد ان المكان مش بيوريك اللي انت شايفه، المكان بيوريك اللي هو عايز يحكيه، ولو ركزت كويس هتسمع حكايات بقالها آلاف السنين. السؤال بقى، لو كان اسمك مكتوب على اللوحات دي تحب الناس تفتكرك بايه؟ اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش تيجي بكرة عشان المغامرة لسه ما خلصتش.